السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل لكم النهارده بقى كايزر. نعمل كايزر. المقادير بقى معانا ايه؟ ده كيلو دقيق منخول. انا يا جماعه الدقيق لازم يتنخل. يمكن ما بقولش عليه في العجين، بس لازم يتنخل لان ديت حاجه اسمها بنشايد الدقيق يعني. عشان كده ما مش حاطه في دماغي ان ممكن حد ما يعملهاش. كده معانا كيلو دقيق، معانا كوب لبن، معانا نص كوب زيت، معانا كوب ميه، معانا كمان ايه، ملح، شويه ملح حلوين كده، يجي نص معلقه صغيره، ونص كيس بيكنج باودر هنحطه على الدقيق، نص كيس. ومعانا كيس خميره، معانا معلقتين لبن بودره، معانا واحدة بيض، معانا دول ايه، 3 معالق دقيق عملتهم في شوية مية على النار كده، ده زي محسن كده للعجين. هنعمل ايه بقى؟ هنحط كل الحاجات ديت مع بعضها كده، هنحط البيضة، هنحط المحسن، ده المحسن اهو. هو كان المفروض اعمل معلقتين بس انا عملت ايه، 3 معالق، فجايين كتير يعني. هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله بقى الخلطة دي كلها مع بعض كده يا جماعة، وهنعجن كل ده، هنعجنه كده في قلب بعضه من غير اي اضافات تاني. يعني حاطين حاجة تاني ولا هنعوز حتى مية، خلاص اهو. زي بقى ما اتفقنا مع بعض ان احنا كده بقى يا حبايبي، بالصلاة على النبي. شوفوا العجينة، ده كيلو الدقيق يا جماعة، ما عملناش عليه حاجة. وديت الصينية يا دوبك دهناها دهنة خفيفة قوي كده زيت. هناخد من الطبق. شوفوا العجينة، اللهم صل على النبي، خمرة بطريقة جميلة ازاي. احنا هنجيب ايدنا مية وهنعمل العجينة كده اهي، مفيش اكتر من كده اهي. وعايزين برضو تبقى القيصرية كبيرة عشان برضو نقول لكم العجينة. شوفوا بتلزق ازاي، انا عاملاها طرية خالص ومتعمدة ان هي تبقى طرية اهي. شوفوا بقى، هضغط عليها ضغطة بسيطة كده بايدي، ببل ايدي مية اهي عشان العجينة ملزقة خالص اهي. وهحطها في الطبق كده اهي. هعمل العجينة كلها على نفس الوضع، حتة العجينة اهي، واروح ماسكاها كده وبلق ايدي مية اهي عشان ما تلزقش في ايدي كده اهو اهي. شفتوها اهي، واحطها واضغط عليها ضغطة بسيطة كده بقى. هخلص العجينة بنفس النظام اللي انتوا قلتلكوا اهو، بنفس الشكل ده كله كده. واقول لكم هنخبزه عند حالة ايه بقى، ما يزيد في الخمر، هنخبزه على فرن عالي وان شاء الله يبقى جميل باذن الله.
فردها كتير خالص اهو، وشوفوا بالنظام ده اهو. وهكمله واوريكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كده يا حبايبي بقى عملناهم ايه، قطعناهم بالصلاة على النبي كده، جم حوالي 15 قرص اللي هم هيبقوا قيصر ان شاء الله. صينيتين اهم، وهنسيبهم بقى يخمروا خمر كويس واوريهم لكم. صلي على النبي، القيصر عامل ازاي، لسه عجينه اهو، وبالصلاة على النبي عامل ازاي، هيكمل سوا. بصوا يا حبايبي بقى القيصر بالصلاة على النبي، الله اكبر، شايفين اهو ايه، شوفوا بالصلاة على النبي من تحت ومن فوق اهو، حاجة بجد تحفة تحفة تحفة. ده عليه سمسم وحبة البركة، وشوفوا شوفوا البتاعة، اللهم صل على النبي، حاجة تحفة تحفة والله، ولا في اي طابونة هتجيبوا الجمال ده. هعمل لكم قيصرايه الواحدة بتتباع ب 100 جنيه، تحدي. السلام عليكم يا حبايبي، هقول لكم بقى احنا هنعمل مع القيصر برجر. فهنبدا معاه ايه بقى، هنعمل برجر اللي بيتاكل بره في المطاعم والمحلات كده. دولي بصلتين وسط، ودولي 100 جرام 100 جرام فول صويا، 100 جرام، مش حاطين اكتر منه، بس بليناهم عشان كده شكلهم ايه زياده، بس هما 100 جرام على الميزان، يعني احنا وزنينهم جايبينهم شارينهم 100 جرام. ملح ابيض، هنحط دي الخلطه بتاعت البهارات بتاعتنا اللي هي فلفل اسود وحبهان وجوز الطيب، ودي بهارات برجر وشويه بابريكا، وما احناش حاطين حاجه اكتر من كده. هنحط ايه بقى، نص معلقه البيكنج باودر اللي فاضت من الكيك من البيكنج باودر، هنضرب دول ضربه واحده كده. خليكم معايا كده، احنا ضربناهم ضربه. ده كيلو لحم، كيلو لحمه مفرومه هنحطه عليهم، وهنضربه بقى ايه ضربه واحده برضو، هنضربهم مع بعض ضربه كويسه كده، هوريكم بقى بعد كده. كده بقى طلعنا ايه البرجر متكب اهو، اللي احنا عايزين نعجن تاني ولا يعني، بس زي ما احنا متفقين ان احنا نعمنا برضه اهوت عشان ايه يبقى جميل كده، يعني ادينا له ضربه حلوه كده. هنعمل البرجريه بقى زي ما انتوا عايزين، كبيره صغيره مقاس اللي انتوا عايزينه، يعني مثلا كده هنحطها في كيس، على كيس كده. الكيس ده اهو هنمسكه كده اهو، انا عملت واحده بس عشان عايزه القرايه الاول واعملها، بس عايزه ايه، شوفوا اللي انا هعمله كله. انا هحطها في كيس واديها طبطه كده اهي يا جماعه، وهنعملها كلها كده واوريكم الاخر بقى. شوفوا بقى يا حبايبي، عملنا البرجر في الكيس زي ما وريت لكم، اللهم صل على النبي. عامله كده كام، 6 ودولي 8، واحجام كبيره. انا متعمده اعمل الاحجام الكبيره ديت، يعني المفروض ان هي تبقى زي دي كده. انا شوف عامله الواحده تبقى قدها مرتين، هقول لكم على الاخر على السر ليه. بالصلاه على النبي عاملين كميه حلوه جدا اهيت، وهنوريكم بقى نعمل ايه كده يا جماعه. حطينا الطاسه اهيت مدخنه اهي، السخونيه ونقطه زيت بس ايه فلانه دي في الجريل اهو. وشوفوا بقى اللهم صل على النبي، نحطها وهي سخنه قوي كده عشان يديها صدمه الاول. الصلاه على النبي،
الاسبرين اللي خدوا هما اتنين. هنديها صدمة من هنا ومن هنا، وبعدين نهدي النار عليها. وهنوريكم بقى كمان كده بقى. شوفوا اديناها الصدمة من هنا وايه ده صدمة من هنا ومن هنا، هنديها صدمة تاني وبعدين ايه نهدي عليهم النار. كده بقى يا جماعه احنا ناويين لازم نعمله زي بتاع اللي بيجي من بره سندوتش ب100 جنيه. واكيد حته اللحمه ما بتبقاش بالجمال ده ولا القطعه دي قطيعه. هنحط بقى عليه ايه قطعه الجبنه كده تسيح شويه، وهنجمعه بقى البرجر مع الكايزر اللي احنا عاملينه معانا في البيت. وكلفنا الاكله كلها ما يجيش مش هتكمل ال200 جنيه، والرغيف الواحد بيتباع ب100 جنيه في اماكن معروفه كتير. كده يا حبايبي قطعنا الكايزر، عايزاكم تتفرجوا على جمال لونه. شوفوا يعني كيكه هشه، كيكه اسفنجيه. اللهم صل على النبي يا جماعه، اللي عايز يعمل بجد الطريقه ديت رائعه. ايه ده مايونيز، هنحط جزء كده هنحط عليه كاتشب. انا هعمل لكم الرغيف اللي هو بيشتري ب100 جنيه بجد بجد ب100 جنيه. عيالي اشتروه قدامي وصممت ان انا اعمله وهثبت لكم ان هو احلى منه كمان. هنحط بقى ايه خس كابوتشي كده اهو. هنحط طماطم، ده في بره بيبقى حاجه بتبقى بالمنظر ده. لا ابو 100 جنيه مبيبقاش عامل كده، مبيبقاش عالي كده. كده يا حبايبي عملنا بقى البرجر. شوفوا بقى عملناه اللي هو دورين ده، وعملنا كده واللي له مزاج لحاجه يعملها. والصلاه على النبي البرجر طلع جميل جدا جدا، والكايزر طلع جميل جدا. وبالله انا والشكر اللي هياكل. وفيديو